السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله قاعد تكونوا مهنيين وبخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي، قناه مطبخي اليومي مع نايا. اليوم جبت لكم واحد المنيو شباب بزاف. غادي نديروا لي بروشات تاع صدر الدجاج. غادي نديروهم بواحد الطريقه رائعه، واحد التتبيله رهيبه يعني. تبعوا الفيديو ما راحينش ندموا عليه. وراح نحضروا هذا الروز اللي رايح يجي صفر، رايح يجي بنين بنين بنين. غادي نقدموه مع البصل المكرمل، يعني ما عندي ما نحكي. لازم تتبعوا الفيديو باش تشوفوا كيفاش حضرناه. هنا بسم الله على بركه الله نبداو الفيديو. هنا جبت الخضار تاعي، وجبت صدر الدجاج. هنا جبت حبيبه فلفله، حبيبه طوماطيش، وجبت صدر تاع الدجاج. وهنايا نجي نقطع الصدر تاع الدجاج تاعي. وهنا حضرت التوابل. بعد دوك نقول لكم شرايح انا ندير في التوابل. هنا هادو العظام تاع اللي نقلعهم صدر تاع الدجاج ما رايحينش نقيسوهم، وهما اللي رايحين نستعملوهم باش نطيبوا بهم الروز تاعنا، يعني ما ترموهمش. انا في هذه المرحله غادي نبدا بلي بروشات باش نخليهم يتبلوا، نخليهم يشربوا لي مليح هذوك التوابل باش يجوني بنان كتر وكتر. هنا نقطعهم كما راكم تشوفوا هكا مكعبات صغيره. يعني هاد لي بروشات تاع الدجاج اوليو طيبوا الروز بالدجاج وتحطوا هذاك الدجاج لداخل، ديروه بهذه الطريقه، يعني تختلف على الطريقه العاديه. وثاني تاكلوا حاجه بنينه مختلفه على تاع مضاري، مختلفه على تاع اليامات العاديه. تقلشوا وليداتكم، هاد اليامات راكم لاهيين مع الاختبارات وكاع، هذا تقلشوا بهم وتفرحوهم وديروا لهم حاجه يبغوها وحاجه تكون شابه. هنا نحط كاع صدر تاع الدجاج تاعي في الغيسيبيون اللي رايحه نخلط فيهم بعد التوابل. وهنايا نجيب هذاك النص حبه، غادي نستعمل غير نص حبه تاع فلفل اخضر، راح نقطعه تاني كاريات صغيورين. والطوماطيش تاني. هنا تبغوا تزيدوا له البصل، تبغوا ديروا له الباذنجان، الخضر ديروا كيما بغيتوا. انا الا بغوشات تاع الدجاج ندير لهم بزاف تاع الخضر. يعني كي ندير هذا شراه متوفر عندي اليوم، متوفر عندي الطوماطيش والفلفله. غادي نستعمل غير الطوماطيش والفلفله. دروك نجو نديرو التوابل. غادي ندير مغرف صغيره تاع ثوم بودره، اللي ما عندهاش ثوم بودره تقدر دير راس تاع ثوم وترابيه. هنا غادي ندير شويه تاع توابل الدجاج، مغرف صغيره تاع كمون، مغرف صغيره تاع سكنجبير، ومغرف صغيره تاع فلفل الكحل. اللي ما عندهاش توابل الدجاج تقدر تستغنى عليهم بيان سور، دير غير هاد التوابل ورايح يجيوها بزاف بنان. انا رايحه ندير لهم شويه تاع الزيت، راح التتبيله تاعي تجيني رائعه كيما هكا. ندير لها شويه تاع المعدنوس، وهنا ندير شويه تاع الملح، نخلطهم مليح ونخليهم على جانب باش هادوك المكونات كاع يدخلوا لي مع بعضياتهم ويتجانسوا لي، والدجاج تاعي يجيني متبل للقلب ويجيني داخل، يجيني بنين بزاف، يعني يجي التوابل يدخلوا حتى للداخل. هنا جبت الروز تاعي. هنا جبت الروز الصفر المفور. هنا لازم تشلوه مليح 3 حتى 4 خطرات. انا جيت نوري لكم الماء في الاول كيفاش يكون، شوفوا كيفاش يكون ابيض. وهنا في التشليله الثالثه شوفوا كيفاش الماء ولا لي ترونسبارون. هنا نشلوه غايه الغايه، نخلوه على جنب ونجو نوجدوا لاصوص اللي رايحين نغلوه فيها. هنا جبت هذيك الكركاسه تاع الدجاج اللي كنت درتها، اللي كنت خليتها. هنا راح ندير لها شويه تاع الزيت في قدره، نخليهم يتقلاو غير شويه، نرمي ورقه تاع الرند. وهنايا رايحه هذا الدجاج نطيبه بابسط المواد المتواجده في المنزل. ما غادي نستعملوا فيه لا طوماطيش لا توم، غادي نديروا مغرف صغيره ولا نص مغرف كبيره تاع طماطم مصبره. هذا الروز رايح يجي بزاف بنين ويجي خفيف ويجي كيما تاع المطاعم، يعني صدقوني رايح يجي كيما تاع المطاعم، رايح يجي بزاف بنين وبزاف خفيف. هنايا بعد ما قليت هذيك الطوماطيش تاع القابصه، نحط زعما عبرنا كاس تاع روز، نديرو 2 كيسان ونص تاع الماء. انا درت هذيك تاع الروز، درت لها 2 ونص تاع ماء، نحطهم في هذاك في القدره تاعي. درت نص مكعب تاع مرق دجاج، ندير شويه تاع مغرف صغيره تاع فلفل الكحل، ندير مغرف صغيره تاع توابل الدجاج، وندير مغرف صغيره تاع راس الحانوت. وهنا التوابل تقدروا ديروا غير فلفل الكحل وشويه تاع سكنجبير ثاني رايحه تجيكم بنينه. وراس الحانوت رايح يمد لها بنه رائعه لهذا الروز تاعي. هنا درت نص مكعب تاع مرق دجاج، وهنا ندير نص شويه تاع الملح، لاخت درنا شويه تاع مكعب دجاج، وندير شويه تاع زعفران. انا نخلط كاع هاد المواد مع بعضياتهم، نخليهم حتى يغلوا عاد باش نجو نرموا عليها الروز. لازم المرقه تاعنا تغلي
يعني هاد لاصوص اللي رايحين نطيبوا فيها الروز. جربوا الروز بهاد الطريقه وردوا لي الخبر. لا طوماطيش لا والو. شوفوا هاد الطريقه رايحه تساعدكم بزاف، وقلت لكم الروز يجي كيما تاع المطاعم. انا نبلعوا عليهم بعد ما غلى لي هذاك الماء، نجي نحط الروز تاعي بعد ما كنت شللته بيان سور، قلت لكم من 3 حتى 4 خطرات حتى تشوفوا الماء ولا ترانسبارون. هنا كيما راكم تشوفوا درت الروز، وانا نخليه النار عاديه نبلع عليه ونخليه حتى يطيب. انا كي تشوفوا الروز تاعكم وصل لهذه المرحله، بلعوا عليه وخلوه يشرب. هنا بعد ما يشرب نجو نكملوا لاغوسات تاعنا. رايحين نوجدوا دروك البصل المكرمل. انا قدمته مع البصل المكرمل. هنا جبت مقله درت فيها شويه تاع الزيت. هذا البصل رايح يجي بزاف بنين مع هذا الروز. هنا جبت بصل قطعته كيما راكم تشوفوا. هنا نحطه في المقله، ندير له شويه تاع الملح ونقص عليه النار ونخليه يدبل مليح غايه الغايه حتى يولي كراميليزي، حتى يولي كراميليزي، يطلق لي كاع هذوك السكر تاعه ويطلق لي بنته باش من بعد يجيني بنين. انا خلطه نقص عليه النار ونخليه يتكرمل في خاطره. يعني جربوا هذه الوصفه وردوا لي الخبر وتشوفوا كيفاش رايحين تبدلوا في لاغوتين تاع المطبخ تاعكم، وباش تجيكم حاجه جديده تاني تفرحوا بها افراد العائله تاعكم. هنا بعد ما البصل بدا يتقلى لي، شوفوا هنا كيفاش راه يبان. جبت الطاجين تاعي درت فيه شويه تاع الزيت. انا غادي نشوي لي بروشات تاعي غير فوق الطاجين ورايحين يجوا بزاف بنان. هنا ندير لهم غير شويه تاع الزيت باش ما يلصقوليش، ونحط لي بروشات تاعي يطيبوا ينشواو فوق الطاجين. يعني رايحين يجوا رائعين بهذه الطريقه. هنا قعدوا تقلبوا فيهم خطره على خطره حتى يطيبوا معاكم. شتو صدر تاع الدجاج خدم لي 4 تاع لي بروشات ومعمرين غايه الغايه. يعني هاد الوصفه توكل حتى 4 اشخاص، تقدروا حتى ل5 اشخاص تزيدوا لها لي بروشات، تزيدوا لهم البصل وكاع، وانتم فرحتوا افراد العائله تاعكم وخرجتوهم على لا روتين. هنا الدجاج تاعي سي بون راه طاب، البصل تاعي راه تكرمل. انا نطفي عليه النار سي بون، ولي بروشات تاعي ثاني انا نبغيهم محمرين كيما راكم تشوفوا. وهنايا نقدموا الطبق تاعنا، يعني حاجه شابه. ويعني انا نمد لكم افكار هكا باش تبدلوا في لا روتين تاع المطبخ تاعكم. انا نبغي نبسطهم كيما راكم تشوفوا باش يحمروا لي مليح مليح. انا شوفوا كيفاش راه المنظر تاعهم راهي شهيتكم في الجنه الشيرات. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. اللي جربتها تحطها في الجروب تبادل الوصفات مع مطبخي اليومي مع امنايا. غادي نحط لكم رابط الجروب ورابط الصفحه الرسميه في صندوق الوصف. شوفوا كيفاش قدمته بهذه الطريقه. درت البصل هكا على جنب، حطيت فوقهم لي بروشات باش هذاك الجو تاعهم يهود لي على هذاك البصل، والروز جاني مفروز على حبه وبنين بالبزاف. هنا كي تاكلوه خلطوه مع البصل تاعكم وردوا لي الخبر. شاهدكم في جنة الشيرات. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. لا يعطيكم الصحه، لا يعطيكم ما راكم متمنين. الى الملتقى في وصفات اخرى، وان شاء الله تفرحوني بلي جام وتفرحوني بابوني وتفرحوني بان كومونتير. لا يعطيكم الصحه والله يعطيكم ما راكم متمنين.